عاملين ايه ابطالي الحلوين؟ عارفه انك ممكن تكون عكيت في الفيزياء وعكيت في العربي، وانتي كمان او انت بتاع ادبي عكيت في التاريخ. هقولك على حاجه، ايا كان مستوى العك اللي انت وصلت له، وايا كان مستوى الهبد اللي انت وصلت له، امتحان سهل صعب ووحش، حليت ما حليتش، الامتحان عدى خلاص. تمام. نبص للي جاي، لسه في رياضه، لسه في احصاء، لسه في جغرافيا، لسه في انجليزي، لسه في كيمياء، لسه في احياء، لسه في جيو، لسه في حاجات كتيره. تمام. فبلاش تقف عند المادتين دول، لسه المجموع فاضل فيه كتير، فننقذ ما يمكن انقاذه. دلوقتي انا هقولك من الصفر، هتكلم معاكم بتفاصيل التفاصيل. تمام. الانجليزي انت دلوقتي شخص نسيته لانك كنت مركز في العربي والفيزياء اللي عدوا، او انت ما ذاكرتوش كويس من اول السنه، او انت مرعوب منه وما حفظتش كلمات بالشكل الكافي. هتعمل ايه؟ اول حاجه هنمسك كلمات المنهج. في فيديو المس مي حوالي 7 ساعات، هحط لكم اللينك بتاعه تحت في اول تعليق. تمام. ده كلمات المنهج كله، هتتفرج عليه، سرعته على 2 هيخلص معاك في 3 ساعات ونص. بعد كده هتقرأ كلمات المنهج كله، عشان في الاختياري هيجيب لك مثلا تعريف كلمة، ويجيب لك الكلمة دي من ضمن الاختيارات. تمام، اختارها بقى. تمام. فهنركز بقى على ايه في الكلمات اللي هيجيلك في الاختياري. لو مثلا جابلك تعريف كلمة وانت تختار الكلمة دي من الاختيارات، او المرادف والمضاد والحاجات دي. تمام. برضو بيجوا كتير في الاختياري. تمام. كده بالنسبة للجزئية بتاعة الكلمات. طيب عندنا في الانجليزي عندنا سكيلز وعندنا جرامر وعندنا قصة، دول غير الكلمات كمان. طيب الجرامر والسكيلز عندك بقى مستر عبقري لغة، دكتور محمد ايمن، انجليشاوي، مسمايل، الاربع مدرسين شارحينهم احسن من بعض على يوتيوب. تمام. ده بالنسبة للجرامر او الجرامر والسكيلز مع بعض. تمام. طيب انا دلوقتي مش خالص هعمل ايه؟ هتشوف فيديو للكلمات وهتشوف فيديو الجرامر الشرح كامل. تمام. لاي حد من الاربع مدرسين اللي انا قلت لك عليهم. بعد كده هتمسك القصة، هتشوف الأحداث بتاعتها وتفهم الأحداث بتاعتها كويس. ما تحفظليش أسئلة، عشان الأسئلة مش هتجيلك زي ما انت حافظها. تمام. هو هيجيلك سؤال مقالي وانت هتشرح أو هتحكي. تمام. فانت لازم تبقى عارف الأحداث بالإنجليزي، يعني ما تكونش عارف لي الأحداث بالعربي ومش عارف تكتب حاجة بالإنجليزي. تمام. لازم تبقى عارف لي الأحداث بالإنجليزي وفاهم كلمات القصة كويس بالإنجليش. أوكي. فانت دلوقتي كده ظبطت معاك القصة وكلماتها وأحداثها. الجرامر والسكيلز قلنا هحط لك تحت فيديو الشرح، او هبعتهولك على قناة التليجرام وقناة الواتس. وبالنسبة للكلمات برضو نفس الكلام. طيب ماذا بعد؟ انا مشكلتي ان انا ما بعرفش اترجم وما بعرفش احل اصلا. يعني انا عملت كل ده او انا عامل كل ده بس مش بعرف احل. هعمل ايه؟ اول حاجة هتشوف مدرس على يوتيوب من الاربعة اللي انا قلتهم، او حتى لو غيرهم هتشوفه هو بيحل، تفهم بيحل ازاي، تفهم القاعدة ماشية ازاي في السؤال، تفهم كل فكرة سؤال. هتتفرج على كام امتحان شامل كده هما بيتحلوا قدامك. بعد كده هتقفل، هتظبط وقت وتبدأ تحل لوحدك. ما تقولش لا اصل انا بتفرج على حل، لازم تحل بايدك عشان ما تتسوحش. الانجليزي لازم تحل بيه بايدك، حتى لو انت ما كانش معاك حصيلة لغوية، حتى لو انت كنت عاكك الدنيا طول السنة ومش زي الفل فيه، انت دلوقتي في اليومين ونص دول هتقدر تلمهم. تمام. فانت دلوقتي كل المطلوب منك، واحد، هتشوف فيديو الكلمات بتاع مس ماي او حتى لو حد غيرها، بس انا يعني اللي بنصحك بيه بتاع مس ماي. اوكي. تاني حاجة الجرامر، انا مش عارفة انت بتحب او بتفهم من مين، بس عندك 4 مدرسين احسن من بعض وفي غيرهم كتير. تمام. مين الاربع مدرسين تاني؟ مس ماي، عبقري لغة، انجليشاوي، ودكتور محمد ايمن. تمام. ده كده بالنسبة للجرامر والسكيلز. القصة زي ما قلت لك هتفهم احداثها كويس جدا وتحل كتير. تمام. الامتحان هيجيلك سهل ان شاء الله، بس المطلوب منك انك تركز وتحل كتير بايدك. تمام. ويعني انا ما عنديش اي حاجة تانية اقولها لك. اي ملخصات تخص كلمات جرامر اي حاجة انا هبعت كل حاجة على قناة التليجرام، اللينك بتاعها برضو هيكون تحت. ولو وصلت لغاية هنا ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لنفسك دعوة حلوة. وعايزه اقولك على حاجه، ان طالما انت اصلا وصلت لهنا فانا عايزه اقولك ان انت بطل، ان انت عديت بكل ده في الرحله دي، وهي خلاص الرحله بتنتهي. فبلاش تزعل نفسك وتخوف نفسك على اللي فات، خلاص لسه في جديد ممكن ننقذه. وبس كده. سلام.